مساء الفل يا جماعه. مبدئيا كده لو بتخاف من الجن، بتخاف من الطلاسم، بتخاف تتلبس، ما تتفرجش على الفيديو ده. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام يا كماحه. انا كنت في اللاسلكي باخد شاور. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا كنت باخد شاور في اللاسلكي. هنا نقف ونسال نفسنا بقى، يعني ايه بياخد شاور في اللاسلكي؟ ايه اللاسلكي ده؟ يعني ايه اللاسلكي ده؟ ايه ده، جهاز ولا دي منطقه؟ انا كنت في اللاسلكي باخد شاور. ايه اللي يطلعه اللاسلكي ياخد شاور؟ ومين سمح له اصلا اللي يدخل اللاسلكي عشان ياخد شاور؟ هل اللاسلكي ده فين؟ مكانه ايه؟ انت بتسال نفسك بقى دلوقتي، صح؟ انت فاكر انا جاي اديك معلومه؟ انا زيك يا حبيبي، انا جاي احط خيبتي على خيبتك. انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس خلينا نكمل ونشوف. فبنادى على حد يجيب لي الار اف سي تي. نادى عليهم عشان يدوا له الار اف سي تي. الار اف سي تي ايه الار اف سي تي ده بقى؟ انا كنت في اللاسلكي باخد شاور، فبنادى على حد يجيب لي الار اف سي تي. عارف لما تربط اللاسلكي الار اف سي تي، انا من رايي او من وجهه نظري الواد ده شغال في الشبكات، الواد ده بتاع شبكات نتورك، حاجات زي كده، يركب راوترات، ما اعرفش، برمجه، يمكن برمجه، يمكن بتوع البرمجه يفيدونا. هل دي لغه عاديه ولا دي لغه الاتش تي ام ال؟ اصل وارد على فكره حبيب قلبي انت وهو اللي يكون بيقولوا من بقه ده ما يكونش كلام، دي ممكن تكون اكواد، ده كود بيطلعه معين، هو عارف الكود ده رايح فين. يعني هو ممكن دلوقتي اصلا واقف في الحمام بيعمل ويب سايت بس ببقه، هو مش لازم يقعد على الكمبيوتر عشان يعمل ويب سايت، ممكن يكون بيعمل جيمزايه لعبه، بس هو كلها اكواد، الاكواد دي بيطلعها من بقه، بتحقق الموضوع، بتعمل الشغلانه المطلوبه. فبنادى على حد يجيب لي الار اف سي تي. نرجع ونسال بقى ايه الار اف سي تي ده؟ هل يقصد الار اف سي تي مدينه القرف؟ ده كومباوند مثلا بيتكلم عنه وهو نازل فيه ار اف سي تي؟ لا ما تعرفش. انا كنت في اللاسلكي باخد شاور، فبنادى على حد يجيب لي الار اف سي تي. هل هو وصل للالحاد؟ ما تعرفش، ما حدش عارف لسه. انا شايف ان الكلام ده يأذي دول، يلبس ناس في بعض، لان احنا مش عارفين معناه الكلام ده، ما حدش عارف ولا جمله هو بيقول ايه، ما حدش عارف، بس احنا معاه، احنا مكملين، عايزين نشوف في ايه. ان انا واثق متاكد هو معاه حكايه، هو معاه موضوع، في قصه، في موضوع، في حاجه، ايه هي انا مش عارف ولا حد فيكم عارف. فبعد كده يا جماعه نشفت من غير ار اف سي تي. فبيقول لك فنشفت من غير الار اف سيتي. اذا الار اف سيتي ده ممكن نستنتج ان هو جهاز التنشيف مثلا، جهاز بينشف اسمه ار اف سيتي. ما تعرفش، انا مش فاهم حاجه، انا عايز اوصل لكلمه او معلومه بس انا مش عارف، انا زيك يا صاحبي والله العظيم، انا بدعي ربنا. فبعد كده يا جماعه نشفت من غير ار اف سي تي. نرجع ونقول هو نشف من غير الار اف سيتي. الار اف سيتي دي ممكن تكون فوطه، بس ايه لهجتها؟ ايه اللغه؟ ايه الدوله اللي ممكن بتدعم الكلام ده؟ في دوله بتدعم الاسلوب ده؟ ارجع واقول لك برضو هنسال بتوع البرمجه ونتاكد ان دي مش اكواد طالعه من بقه، ممكن تكون بتحقق حاجات معينه او هو بيعمل شغله جوه الحمام. احنا لسه مش فاهمين الكلام ده كله، احنا لسه بنتكلم وبنبعت ايميلات وادينا بنتصرف وبنكلم شركات بره. للعلم يا جماعه بيل جيتس طلبه شخصيا، عايز يعملوا فازه جنبه، عايز يحطوا جنبه على المكتب فازه. غير كده يا جماعه كمان انا مش هفتح لايف عشان درجه الحراره واطيه قوي النهارده. وبيقول لك بقى ايه؟ كماحه مش هيفتح لايف النهارده، ليه؟ عشان درجه الحراره واطيه. للعلم الفيديو ده معمول في درجه حراره تقريبا لا تقل عن 45 درجه مئويه، هو اوريدي بياخد شاور لاسلكي، ما احنا عارفين، وعرقان، الدنيا بايظه معاه. الار اف سي تي ما كانش موجود، لان هو اتصل وقال لهم يا جماعه انا عايز الار اف سي تي، قالوا له مش موجود، هو نشف من غير ار اف سي تي. الكلام ده يقول ايه؟ الكلام ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده يقول ايه؟ يقول ان احنا يا جماعه دي حوار، في مشكله، في حد مجنون، في حد الحد بالفعل، دي رساله، انا واثق ان دي رساله قويه موجهه لحد. غير كده يا جماعه كمان انا مش هفتح لايف عشان درجه الحراره واطيه قوي النهارده. حضرتك تعالى اربط لي الاحداث كده مع بعض لمده لحظه. ايه علاقه الشاور باللاسلكي بالار اف سي تي؟ اللايف اللي مش هيفتحه بالليل عشان درجه الحراره واطيه، ايه علاقه كل ده مع بعض؟ ايه علاقتهم؟ اربطهم لي، حد يقدر يربط لي الحاجات دي؟ يبقى احنا بنتكلم ايه؟ يبقى احنا كده بنتكلم الجن العاشق، انا ده اللي قدرت اوصل له، ده الجن العاشق. كمان الانترفيو عندي باظ. وغير كده الانترفيو عنده بايظ. عندك علم ايه الانترفيو ده؟ اما كنت ريحتنا كنت عرفت ايه اللاسلكي، كنت عرفت ايه الار اف سي تي، كنت عرفت حاجات كتير، احنا ما نفهمش الكلام ده. الانترفيو ده عندنا اللي هي الحاجات، الانترفيو مقابله اللي في الشغل، الانترفيو عنده ده انا واثق ان هي حاجه تانية خالص، ده كلام عنده هو الوحيد اللي فاهم لغه برمجه، اكواد دي اكواد، هو عارف، هو دلوقتي قاعد شغال اصل يا جماعه، ولا ربع ساعه كده ولا حاجه ويكون قفل الويب سايت اللي هو بيعمله. كمان الانترفيو عندي باظ، يعني بقاله 4 سنين ما بص كيبوظ. وبيقول لحضرتك ايه بقى؟ الانترفيو عنده اللي باظ ده بقاله 4 سنين ما باظ النهارده. قال يعني الانترفيو ده اللي موقف الدنيا، قال يعني الانترفيو ده لو اتصلح هنفهمه، يعني الانترفيو ده بس هو اللي بايظ، هو كله بايظ، هو عامه هو كله بحاجته بادواته، المكان اللي قاعد فيه، هو كل حاجه بايظه عنده. كمان الانترفيو عندي باظ. حضرتك هيجي واحد دلوقتي ويقول لي يمكن الانترفيو ده اتكلم على الراوتر، هنربط الاحداث، هو بيقول انا مش هقدر اطلع لايف في الانترفيو بايظ، فبيتكلم على الراوتر، النت مثلا فيه مشكله. هل حضرتك معاك اوراق او دليل او اثبات على الكلام ده ان الانترفيو يساوي الراوتر؟ في حاجه تثبت عندك
عندك حضرتك الكلام ده؟ مفيش، يبقى نقعد ساكتين ونسمعه. انا مش هفتح لايف فاعتذر النهارده. احلى اخوات، بحبكم. لا رد لقضاء الله يا جماعه، لا رد لقضاء الله. قال لك بحبكم، الكلمه الوحيده المفهومه في الموضوع. احنا كل اللي نقدر نقوله ان هو كان معاه حكايه وفي موضوع، لا فهمنا الموضوع ولا فهمنا الحكايه، لا فهمنا ايه المطلوب ولا عارفين فيه ايه. هو لو في مصيبه هيموت فيها، محدش هيلحق ينجده. بس ما علينا، هنعمل ايه؟ لا رد لقضاء الله. خلاص يا جماعه، واحنا زي ما احنا دخلنا زي ما احنا خرجنا. دخلنا مش فاهمين حاجه وخرجنا برده مش فاهمين حاجه، ما عملناش اي حاجه. حصل خير يا جماعه. يلا يا جماعه اتفضلوا يا جماعه، اسفين على الوقت اللي ضيعناه ده. اتفضلوا يا جماعه، باي باي يا جماعه، باي يا جماعه، باي 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 باي.